تخيل تكون قاعد انت وصحابك وبتلعبوا لعبه زي تشارلي ار يو هير وفاتحين زوم ومبسوطين، لكن اللعبه تقلب بجد، وهي دي احداث فيلمنا. ومن غير رغي كتير يلا نخش في التفاصيل. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وشير للقناه. عايز اوصل ل 100 مشترك يا جدعان. الفيلم بيبدا ايام حجر الكورونا كده، وكل الناس محبوسه في بيوتها، مفيش تواصل غير المكالمات والجروبات الاونلاين. وسط الجو ده بنت اسمها هايلي بتقرر تجمع اصحابها على زوم، وبتكون المكالمه فيها هزار وضحك عشان ينسوا التوتر والخوف اللي العالم كله عايشه. لكن الاحداث اللي بدات كمكالمه عاديه هتتحول شويه لاسوأ ليله ممكن اي حد يعيشها. بدايه الاحداث مع اول واحده بتخش مع هايلي المكالمه جيما، وبتحاول تهزر مع صاحبتها عن طريق فلاتر ولقطات مرعبه على السريع. لكن التوتر كان واضح من البدايه، كل واحد فيهم حاسس ان في حاجه غريبه في الجو. بعدها باقي الشله يدخلوا واحد واحد، ايما، كارولين، تيدي، رادينا. المكالمه في الاول كانت طبيعيه جدا، هزار، كلام عن الحجر والكورونا. وبعدين هايلي كانت مجهزه حاجه غريبه، هي جابتها وسيطه روحيه اسمها سيلين عشان يعملوا جلسه تحضير ارواح من خلال الزوم. في الاول الكل كان فاكر الموضوع هزار وتسالي، لكن سيلان بتحذرهم بوضوح اي كدبه او استهزاء خلال الجلسه ممكن يفتح باب لحاجه مش هتعرفوا تقفلوها. جلسه التحضير الكل يطفي النور، يشغل شمعه ويقفل عينه، والجو يبدا يتحول من هزار لرعب حقيقي. فجاه جيما تقرر تالف قصه عن صاحبها الميت جاك، وتقول انها حاسه بروحه موجوده. وفي اللحظه دي كل حاجه بتتغير. الوسيطه الروحيه فجأة الانترنت عندها يفصل وتسيبهم لوحدهم بعد ما يكونوا بالفعل فتحوا الباب لحاجة اللي كانت بتحذرهم منها. ومن هنا يبدأ الكابوس الحقيقي، بداية الرعب. في الأول الأحداث كانت بسيطة، أصوات غريبة، خبط في الأبواب، أنوار بتفتح وتقفل. لكن بسرعة الموضوع اتحول لرعب كامل. إما تلاقي باب بيفتح لوحده وحاجة ماشية حواليها وهي مش شايفاها. كارولين تبدأ تحس إن في حد معاها في الأوضة، وكل ما تحاول تهدي نفسها الأصوات تزيد أكتر. أما تيدي اللي كان بيتعامل مع الموضوع بهزار فجأة يكتشف إن اللي بيطاردهم مش مجرد روح عادية، كل واحد فيهم يبدأ يتعزل لوحده، والكيان الغامض يهاجمهم واحد واحد. التحول الحقيقي اذكى حاجه في الفيلم، انك عمرك ما بتحس بالامان. الكاميرا طول الوقت عباره عن لابتوب او موبايل او كاميرا ويب، فانت شايف كل حاجه بنفس الطريقه اللي الشخصيات شايفاها بيها. وده اللي يخلي الرعب واقعي جدا. مفيش موسيقى سينمائيه ضخمه، مفيش مونتاج مبالغ فيه، بس خوف حقيقي بيزيد تدريجيا، وفي كل دقيقه حد منهم يختفي. النهايه بعد ما الكيان يخلص على اغلبيه المجموعه، هاي اللي تفضل اخر واحده بتحاول تهرب، تطفي النور وتستخدم فلاش اللابتوب عشان تتحرك في البيت. والمشهد هنا من اكتر مشاهد الرعب في الفيلم، لانك مش عارف ايه الحاجه دي، وفجاه الكيان يظهر قدام الكاميرا مباشره والمكالمه تنتهي. كأن اللي حصل كله مجرد تسجيل لاخر لحظات عاشوها. ده مش رعب زي الافلام التانية جامب سكير، لا، هي فكره اقرب لواقعنا، ان التكنولوجيا اللي طول الوقت بتقربنا من بعض ممكن تبقى سبب في كارثه. الفيلم كمان نجح لانه اتصور بالكامل وقت كورونا فعلا، والممثلين كانوا بيصوروا نفسهم بنفسهم في بيوتهم، وده خلاه حقيقي بشكل مرعب. وده بيثبت لنا حاجه، ان الرعب مش محتاج اماكن مهجوره او وحوش ضخمه، هي مجرد مكالمه عاديه مع اصحابك كافيه جدا عشان تفتح باب كان المفروض يفضل مقفول. ولو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك واشتراك وشير وسلام.